اجتماعات لعم السير، وصار عندي اطلاع على الوضع على الإدارة الذاتية بشكل عام، يعني موجودة على قوانينها، على الأفكار الموجودة، على مشاكلنا، على هموم الناس. طبعا هذا قوى من شخصيتي، قوى من أفكاري، كمان أعطاني ثقة أكبر. المجتمع رح يكون متغير، راحت لطرف آخر ما يتقبل كأسرة طبعا خارج المنزل، يعني كان أخاف من ردة فعل أهلي، ردة فعل أقربائي، ردة فعل الحارة، ردة فعل المجتمع بشكل عام باعتباري معروفة بالمنطقة يعني. وكمان أنا كنت موظفة بالدولة، فيعني التغير كان صعب علي وعلى زوجي أيضا، كان هو موظف بالدولة، فكان في صعوبة إنه ما هي ردة الفعل؟ كيف بدي أتقبل هالنقد كله؟ كيف بدي أرد عليهم؟ يعني قلت ليش غيرتي؟ إيش بسبب غيرتي؟ خلال الفترة طبعا أنا كنت نشيطة من صغري، يعني معروفة بنشاطي وحماسي وانطلاقي، فكانت يعني بصعوبة لأخذ الحرية اللي أنا أريدها أو النشاطات اللي أنا كنت أحس لازم أعملها بصعوبة كان أقدر أحصل عليها. مثل ما قلنا كبنت وفي عادات وفي تقاليد وشلون بدك تروحين شوي فيها صعوبة. خلال فترة حتى إنه الإعدادي والثانوي كان في يعني إنه في عندي نشاط وحابة أدخل في مجالات، لكن وضع عائلتنا وضعنا نحن كمكون مسيحي الناحية السياسية كانت كثير صعبة، يعني إنه التربية كانت دينية بالأغلب، يعني إنه الفكر السياسي القومي في خوف، في حتى من على الشاب أو على البنت، ولكن البنت بشكل مضاعف، إنه خليكي ضمن مجال الدراسة، ضمن مجال التعليم الديني، هذا يعني أكثر مجال يمكن إنه أتحرر فيه، إنه أروح للكنيسة، أجي من الكنيسة أتابع النشاطات الكنسية اللي كانت خاصة بالأطفال أو بالشبيبة أو السيدات. لكن أبعد من هيك داخل إطار البيت كان في صعوبة، داخل إطار البيت أو الحارة كان في صعوبة، يعني دائما كان ينصحونا بس تعتم الدنيا مستحيل تطلعوا من البيت، لازم الكل حتى لو كان خارج البيت، حتى لو كنت ألعب برا البيت مع رفقاتي وأنا صغيرة، يعني قدام باب البيت بالشارع، لازم بس تعتب الدنيا ونفوت لجوا، يخافوا علينا كبنات، بينما أخوتي يمكن يطلعوا ويسهروا ويجوا رفقات عندهم، فيعني إنه هذا إنه حرص على البنت يعني. طبعا هذا له آثاره النفسية، يعني إنه أنا دائما كان حتى هيك أقول يا ريت كان أكون شاب، ليش صرت بنت؟ يعني هذا انتقام، يعني من صرت بنت، يا ريت كان أكون شاب، كنت أعمل هيك وأعمل هيك وأطلع وأدخل وأعمل فلان وأركب سيارة وأركب موتور وأركب بسكليت. حاولتي شي مرة تكسري هي الشغلات اللي كانت تسمعك يعني تقفي قدام العيلة تقولي أنا كمان مثل أخوي؟ حاولتي؟ أنا يعني هن كانوا يعرفوا عندي هالرغبة وكان أناقش معهم بالموضوع وهن مقتنعين، بس يرجعوا يقولوا المجتمع ما راح يرحمك، راح توجع لنا راسنا، راح يصير العالم راح يعتبوا علينا، العالم راح يلومونا، وانت كمان يعني سمعتك واسمك، يعني اقل طموح كان لي انه اكون معلمه، ما كان طموحي ابدا انه انا ادخل مجال التعليم، كان طموحي اخرج اكثر، يعني شهاده عاليه، امارس عمل خارج البيت، خارج الوظيفه المقيده، لكن نصيبي انه نزلوا بعضنا مثل ما قلت لك لمعهد اعداد المعلمين، ما بقى عندي فرصه ثانيه غير انه ادرس. طبعا دخلت للمعهد ودراستي كانت ضعيفه جدا يعني بصراحه، لانه ما كان احب، مو ما كان احب المواد، كان احس انه اقل من ان انا احب ادرسه هذا، وخاصه مثل الفتيات، كان اقول للبنت ما راح يفيدك الى الزواج، طبعا احنا كبنات انه تاسيس حياتنا كله يبلش انه بكره انت بيت زوجك، انت بكره تتزوجي، بكره انت حياتك الاجتماعيه كلها يحددوها ضمن اطار الزواج، كان اقول لك الزواج مو هدف ابدا، لا تحطوا زواج هدف، تقوية شخصيتها خاصة للبنت، دائما البنت كان أعطيها إنه قوي شخصيتك، حاولوا تقرأوا، حاولوا تدخلوا في المجتمع، جيبوا حاولوا تعرفوا إيش عم بيصير حولكم، حتى تكونوا واعيين تستفادوا من تجارب غيركم، دائما حاولوا تستفادوا من تجارب غيركم، مهما كانت تجربة الأقدم نستفاد منها لكن نطورها، ما نبقى على تجربة ماما، مثلا ماما تزوجت صار عندها أولاد وقعدت بالبيت، لا أنا معش أخذ شهادتي وبعد ما أخذ شهادتي يمكن أكون عائلة، وهذا هدف سامي لكل امرأة. لكن هذا لا يمنع انه تاخذ شهادتها ويكون لها دور في الحياه بكل مجالات السياسيه، الاقتصاديه والاجتماعيه وكل النواحي الحياه. ومكمل لازم يكون عندي نشاط اساسي، انا اللي داخلي اكبر مني افعل بالبيت. عم بقعد بالبيت، اهتم بالبيت، نظافه، غسل، طبخ، اللي زوجي معي، اولادي معي،
اتابع عموما، اتابع دراسه، اتابع عموما، لكن في نفس الوقت في فراغ. هذا الفراغ بدي اعبيه عن جد. حسيت لحالي مرض. اما بالنسبه للدخول في مجال العمل كاداري او اعمال الثانيه، كان الاقي كثير فيها صعوبه، لانه الاطار ما كان مريح، لانه اغلبيته ذكوري. فوجود البنت في هذا الاطار، او المراه او الموظفه او المعلمه في خارج اطار الصف، كان فيه اشكاليه كبيره. اشكاليه لها خاصه اذا كانت مزوجه، واذا عزابيه كمان ما كانت تلاقي حالها ضمن هذا الجو، لانه مثل ما قلنا العادات والتقاليد تحكم، ونحن الرجل لا يتقبل المراه. يعني عندنا مشكله، حتى المراه مهما كانت قويه تريد تبرز شخصيتها، تريد تبرز نفسها، يبدا الرجل بكسر من معنوياتها، انه انت امراه، هاي كل المهام الصعبه والقويه والمناصب تكون للرجل، انت بدها تكوني معاونه، بدها تكوني مساعده. عانيتي من هذا الشيء؟ طبعا انا ما قلت، انا من صغري عندي اهداف كبيره، من صغري احب اكون في مكان اخدم فيه المجتمع، في مكان يكون فيه دور لإلي ابرز فيه شخصيتي. لما احنا نخوف فيكم لما بدك تنضمي لاتحاد النساء السورياني، كنت تخافي من منظور المجتمع ومنظور كمان انه انت وزوجك موظفين بالدوله، وهذا كمان كان اذا قلنا خلال فتره وجودي بعد ما قدمت استقالتي وجودي بالبيت، كمان عشت حاله من الصراع. صار اتابع وضع الحوض والحاضرين الموجودين بالاتحاد السرياني، وخاصه اتحاد النساء السرياني، نشاطات عملا. صار التقي بالحوض، كلها تحكي لي على كيف ناضلت وكيف كانت وكيف كونت شخصيتها وكيف صارت قياديه، وعم اتابع نشاطاتهم وكيف عم يعملوا. فأنا كنت أحب أكون وحدة منهم يعني، لكن في نفس الوقت كان في صراع داخلي اللي هو الخوف. خوفي إن المجتمع، إنه أنا المجتمع رح يكون متغير، راح لطرف آخر ما يتقبل. كأسرة طبعا خارج المنزل يعني، كان أخاف من ردة فعل أهلي، ردة فعل أقربائي، ردة فعل الحارة، ردة فعل المجتمع بشكل عام، باعتباري معروفة بالمنطقة يعني. كمان انا كنت موظفه بالدوله، فيعني التغير كان صعب علي وعلى زوجي ايضا، كان هو موظف بالدوله، فكان في صعوبه انه ما هي رده الفعل، كيف بدي اتقبل هالناقد كله، كيف بدي ارد عليهم. يعني قلت ليش غيرتي شخصيه المراه؟ لما يسالوني ايش رايك السياسي، ايش تحليلك السياسي، ايش رايك بالعمل السياسي، ايش رايك بالاحداث، لما دخلنا للحياه الاجتماعيه للناس، شفنا وضع الناس، الظروف كيف تاثر على الاسره، كيف تاثر. انا هذا مجالي، الاسره، المراه، المشاكل، كيف اقدر انا اكون مساعده لهذا المجتمع اللي انا عايشه فيه. لما حسيت انه فعلا انه هذا هو الجو اللي انا اريده، هل اخذ قرار نهائي انه انا وجدت طبعا حالي ضمن هذا الاطار. صدقا في هذيك اللحظه من بقى يسالني اخوي وين رايحه؟ انا رايحه اتحاد النساء السرياني. صار عندي اطلاع على الوضع، على الاداره الذاتيه بشكل عام، يعني الموجوده، على قوانينها، على الافكار الموجوده، على مشاكلنا، على هموم الناس. طبعا هذا قوى من شخصيتي، قوى من افكاري، كمان اعطاني ثقه اكبر بمكان العمل اللي عم بشتغل فيه. خلال وجودي كمان بالمجلس التشريعي، لما وانا يعرفوا اهتماماتي، يعني انه غير انه كتعليميه، اهتمامي بالمراه والاسره، يعني من اكبر اهتماماتي المراه والاسره. يعني من انا صغيره دائما اطلع للمراه، كيف رح تتطور المراه، كيف المراه لازم تكون مساواه تامه مع الرجل بالحقوق، بالواجبات، بالعمل، بالوظيفه، بالمنصب. لكن كعمل مبدئي واساسي وظاهري كان بلش من 2017، ومثل ما قلت لك تشكل مجلس المرأة للشمال وشرق سوريا، ورشحنا للمجلس، وكمان تم ترشيحي وانتخابي كإدارية في المجلس مع الرفقات الموجودين معي بالمجلس. خلال وجودي طبعا في المجلس اللي هو هيك حلم حياتي، يعني أخيرا إنه عم بحس حالي أخيرا تحقق الحلم من أنا الصغر، لكن ما جاء متأخرا، لكنه أعطاني الراحة النفسية، أعطاني قوة شخصية، أعطاني الثقة الزيادة بالنفس اللي هي مي غرور أكيد، ولكن إنه كمرأة أخيراً قدرت أثبت ولو جزء من أحلامي وأفكاري وطموحاتي. أخذ وسلب من حقوق المرأة، هذا معروف دولياً وعالمياً. أي دولة دكتاتورية
تكون أكثر قساوة على المرأة، فتقصي المرأة من كل أعمالها ومهامها وتقيدها ضمن إطار ضيق جدا. فإذا الغزو التركي كان من أهم أهدافه هو هاي الثورة اللي حصلت وتطور فيها المرأة. أول ما بدأ بانتهاكات وممارسات وعنف كان ضد الشهيدة هفرين خلف، اللي قتلت واستشهدت بطريقة وحشية وتعاملت بطريقة لا إنسانية مخالفة لكل القوانين والأنظمة العالمية الإنسانية. فحتى استعملوا أسلوب التصوير هذا إخافة حتى يخيفوا بقية النساء وبقية المجتمع إنه هذا مصير كل امرأة تتحرر، هذا مصير كل امرأة يرفع صوتها أو تنادي بالحرية أو تنادي بالديمقراطية. عالية وأنا من النساء اللي انطلقنا من لا شيء إلى المنصب، إلى موقف اتخاذ القرار، إلى معرفة هموم الناس، مشاكل الناس. هذا قوى من شخصيتنا، قوى من أفكارنا. طبعا دائما يقولوا خلف كل رجل عظيم امرأة عظيمة. نحن غيرنا الفكرة إنه لا، لازم جنب كل رجل عظيم يكون في امرأة عظيمة، لازم تكون جنبه وليس خلفه. طبعا القرارات صارت بالإدارة الذاتية، صارت القرارات برئاسة مشتركة فيها المرأة تأخذ رأيها، تأخذ طبعا بما يخص ما يميز المرأة في كل قرار يتخذ وكل قانون يوضع فيه خاصية المرأة وما يميز المرأة. طبعا هذا كان مكسب كبير، وما حصل من حياة وتطور للمرأة بكل المجالات أصبح أيقونة عالمية.